وريني كده يا ابني كابوس الاهلي والزمالك رسميا. بيراميدز بطل لكاس مصر للمره الثانيه. بيراميدز بقى كابوس الاهلي والزمالك. بيراميدز مسح تاريخ الاسماعيلي باستيكه. بيراميدز جه حط اقدامه وثبتها في الكره المصريه. الفريق اللي لسه معمول من كام يوم بقى بعبع، بقى بيخوف. عار على الاهلي والزمالك ان كاس مصر يتلعب من غير ما نشوف فيه الزمالك في النهائي، الاهلي في النهائي، رغم ان انا اهلاوي وشايف ان ده فشل كبير. بقى بيراميدز يلعب نهائي كاس مصر والاهلي والزمالك لا، الاهلي بيخرج من شركه ونادي الزمالك بيخرج من سيراميكا، وخلاص الطريق بقى متسهل لبيراميدز. بيراميدز بيتسلل وبيتوج بطل لكاس مصر عن جداره وعن استحقاق. انا مش بقول ان هو ما يستاهلش يعني ولا حاجه، بس هو كان مين يعرف بيراميدز؟ مين جمهور بيراميدز؟ فين الانديه الجماهيريه؟ انا بكلمك وانا دمي محروق، مش ان بيراميدز خد البطوله، متضايق ان الاهلي ما كانش في الصوره، ان الاهلي ما كانش في النهائي زي ما احنا متعودين، ولا حتى الزمالك كمان. انت متخيل ان دلوقتي بقى بعبع الاهلي والزمالك هو نادي بيراميدز اللي بقى يتغلغل ويتسلل ويفوز في ماتشات الاهلي والزمالك ما بيعرفوش يكسبوا فيها، وبياخد بطوله كاس مصر. احب اقول لك ان نادي بيراميدز بيتوج بالبطوله الخامسه في تاريخه، منهم واحده دوري ابطال واثنين كاس مصر، ده غير بقى كاس الانتر كونتيننتال دي والليله اللي عملوها. انت متخيل ان نادي حديث الولاده بقى بينافس الاهلي والزمالك في كل حاجه، مش بس في البطولات، حتى كمان في الصفقات يا راجل. نادي بيراميدز بقى عنده قوه شرائيه، النادي بيراميدز بقى كله بيتكلم عليه، شئت ام ابيت. نادي بيراميدز بقى صداع للنادي الاهلي والنادي الزمالك. نادي بيراميدز اللي السنه اللي فاتت كان ممكن يكون هو بطل الدوري، نادي بيراميدز اللي السنه دي على اعتاب لو حصلت المعجزه ونادي الزمالك تعثر انه ياخد الدوري. متخيل نادي لسه معمول جديد بقى بينافس الاهلي والزمالك على كل البطولات. نادي بيراميدز بيفوز على زد النهارده بنتيجه 2-1، ومع احترامي ليك نادي بيراميدز مكتسح كل ماتشات البطوله، واغلب ماتشات الدوري هو مكتسحها باستثناء ماتش الزمالك، طبعا كلنا عارفين ايه اللي بيحصل فيه. بس غير كده نادي بيراميدز متسيد، نادي بيراميدز بيكسب كل ماتشاته. نادر قوي لما بقى نادي بيراميدز يتعثر. البطوله الخامسه بتتكتب في تاريخ نادي بيراميدز رسميا. بيراميدز هو كاس مصر. انا عايزكم انتوا بقى تكتبوا لي في الكومنتات من وجهة نظركم، شايفين ان الوقت الحالي هو طفره لنادي بيراميدز بعد كده هيرجع يختفي تاني وننساه زي ما طلع الاسماعيلي فتره كان منافس قوي للاهلي والزمالك بس بعد كده اختفى؟ ولا تفتكر ان نادي بيراميدز بقى خلاص بعبع الكره المصريه وصداع للاهلي والزمالك لسنين قادمه؟ اكتب لي في الكومنتات من وجهة نظرك، شايف ان بيراميدز هيفضل مكمل بالقوه دي ويصارع الاهلي والزمالك، ولا كلها موسم او اتنين وبيراميدز ده يختفي ولا سمعنا عنه؟ اكتبوا لي في الكومنتات.